ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صل على محمد وآل محمد. ما أحلى المناسبات أيها الأخوة الأفاضل في شعبان المبارك، ما أحلى الولادات للأئمة الأطهار، ما أحلى هذه الأمسيات وأنتم تعيشون اللحظات السعيدة لمولد خليفة الأرض الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، حيث قال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في حديث شريف له إن الحجة سيظهر ولا بد من ذلك حتى ولو بقي من الدنيا يوم واحد لأطال الله سبحانه وتعالى ذلك اليوم حتى يخرج الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ما ملئت ظلما وجورا. وكما أود أن أنوه إلى مسألة قد لا تغيب عن البال ولكن لا بأس أن نتذكرها، حيث أن الديانات وكل الديانات تؤمن بظهور منقذ للبشرية، ولكن الفرق أنه اختلفت التسميات، فنحن أسميناه كما أسماه الرسول الكريم الحجة محمد المهدي ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف. قبل أن نقدم الأخوة المشاركين فهذه بعض الأبيات للحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. أفلت شموس واستقر بها الهدى، ودعت شعاعا ما يزال مخلدا، حملت يداه البر واحتضنت بها آي الكتاب وعترة والسؤددا، وتنفست رئة عليل عطره، وتماثلت تشفى وقد عشقت غدا، وشواطئ بالياسمين تجملت، وحدا بها شوق يدق على المدى، وتبسمت قمم الجبال وباركت كونا رأى قمر الزمان محمدا. صلوا على محمد وآل محمد. على محمد وآل محمد. والآن أخوة الأفاضل مع قصيدة لشاعر وخادم أهل البيت الحاج محسن مراد، فنستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. هذا ابن عمك مركز عليه. يصلي حسن ابن عمك مركز عليه شوي. صبوه الحسين، صبوه قوم هذا، قوم صبوه الحسين. السلام عليكم. أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل اليوال المرتضى
من العجم ومن العرب لازم يصلي على النبي سيد البشر راعي الحسن. ولا باس بالثانية بحب الذي من العطش قلبه التهب. صل على محمد وآل محمد. والثالثة بأعلى صوت بحب البتولة والحسن غصبا على الوجه الحطب. صلوات على محمد وآل محمد. لما انولد حيدر والد السبطين الكعبة بمولد المعبود شرفها. القابلة حواء وآسيا وكلثم وبنت عمران أم الوصى عليهن هذاك الحين عرفها. لأن تلد وسط البيت بالتأكيد إلها الشرف كل الشرف والإيمان حالفها. لجل مولد علي الكرار ذاك اليوم إلها انفتح بيت الله واسعفها. وأكيد المهد ما موجود ذاك الحين. والمعجزة ذاك المهد حاير من أسولفها. من الأجنان جاب المهد جبرائيل لعد جسم الصمادة ويلقى بلولفها. حيدر علي مثل الشمس نور على المخلوق. وقل لي الشمس من يقدر يوصفها. الشمس تروع لكل الكون ولجل الفرض حيدر علي الكرار وقفها. برض بابل علي الكرار لما سار شهدت له الجمجمة بالقرآن والإنجيل حلفها. وأبد هذا الحكي ما منكور عند الناس. اسم مشهد للشمس كل الخلق تعرفها. تعرفها الخلق والخلق بيها شهود. لكن من حكي المعروف تتحذر. هواية أقلام تكتب ولها طولة باع. ولما تصل للمعروف تتعثر. هواية أقلام تكتب ولها طولة باع. تكتب عن علي الكرار ما تقدر. والمفروض عن هجرة المرسول تتحدث. ومنه البات بفراش النبي تذكر. والمفروض عن غزوة بدر وحنين تتحدث. منه الثبت من القوم منه الفرق. والمفروض عن وقعة الأحزاب تتحدث. عن ربع النبي منه الجبن من أدبر. والمفروض عن ابن ود العامري تتحدث. لما صاح منه الحرب يتصدر. والمفروض تتحدث عن علي الكرار لما نادى على الصوت آنلها وسمع المصدر. والمفروض تتحدث عن علي الكرار تدريب بطل مغوار ما يقهر. والمفروض تتحدث عن علي الكرار وهو بالحق خليفة يصير يوحبتر. لمن حج لمن؟ لا خادم المنبر. احسنت. والمفروض تتحدث عن علي الكرار مهما الزمن يزهو وياه ما ينغر. والمفروض تتحدث عن علي الكرار بضرب السيف ماخذ صيت والمحراب والمنبر. والمفروض تتحدث عن علي الكرار معروفة مناقب علي الكرار ما
تنعد ولا تحصر. ومنه القطع راس العامر الملعون، ورد الردود بيد الراس يتبختر. ولو نعدها رسالة حق هذه الأقلام ما راحت على المهزوم تتستر. ولو نعدها رسالة حق هذه الأقلام جا تبعت علينا وعافة المنكر. ولو نعدها رسالة حق هذه الأقلام جا ذكرت كلام فلان من قال النبي يهجر. ولو نعدها رسالة حق هذه الأقلام لعد يوم الغدير بصدق تتذكر. وارجع وعاود واحتمي المكشوف، أشوف أقلام للدينار تتنطر. منه اللي قاد الجيش أول يوم الباب الحصن لكن رجع يتقهقر. ومنه اللي قاد الجيش ثاني يوم لون انخطف ثاني يوم متغير. أذكرها الأقلام التركة المعروف عن موقف المختار ذاك اليوم من قرر. الراية الصبح تتسلم رجل كرار مو فرار، على ايد الفتح بيها يصير والمعبر. ولما الصبح نادى وصوت المرسول وين على الكرار عليه تكليف خل يحضر. أرمد قالوا يا ابو ابراهيم هذا الحين وما مشوف بعيون الرمد أثر. دنا منا ومسح عيننا بالمرسول وبعد هيهات بد بالرمد ما فكر. خل تتحرر الأقلام، خل تكتب منه اللي يحمل الراية بهذاك اليوم من هدم حصن خيبر. أذكرها الأقلام التركة المعروف عن موقف المختار ذاك اليوم من قرر. الراية الصبح تتسلم رجل كرار مو فرار، على ايد الفتح بيها يصير والمعبر. ولما الصبح نادى وصوت المرسول وين على الكرار عليه تكليف خل يحضر. أرمد قالوا يا ابو ابراهيم هذا الحين وما مشوف بعيون الرمد أثر. بنا منا ومسح عيننا بالمرسول وبعد هيهات بد بالرمد ما فكر. خل تتحرر الأقلام، خل تكتب منه اللي يحمل الراية بهذاك اليوم من هدم حصن خيبر. المستقلة إنه وياها شوي عدال. خل تحكي المستقلة ما تريد تقول. في النسابة احنا على المستقلة مصيبة النسابة مصيبة. لأن ندري المستقلة بوق للتكفير بيها أقلام مأجورة بعكس تكتب. أشل على النسابة أقول النسابة. تتذكر الآل النبي بآية التكفير ومنه تريد هي تعدل وتنصب. تذكر مناقب كذب للأوباش ومن تنشدها عن ابو الحسن تتهرب. ومن تقلها يزيد ذبح بن المختار تقول يزيد شرع منصب من الأب. كافر يزيد وكفر بالإجماع، سكران الخليفة وبالقرد يلعب، وابوه الوزغ أمه تاكل الأكباد. من عين غير الثاني والثالث لا يقرب. من يوم السقيفة تقرر الموضوع لطمس الدين ذيك الناس تتأهل. والشاهد يزيد النذل لما شاف راس حسين للشياخة بفخر يندب. أنكر للنبوة ولا وحي ولا دين ويسمونه خليفة وناصر المذهب. خل يحضر الكلباني ينظر ويا بن جبريل. ابن سفيان حظه بياكتر سرب. وان صوتكم جاي. وراويهم خراب البيها بالتحسين. عمي لو ابن سفيان قبر بمزبله مخرب.
وبعد شي يشوف كلباني وبن جبريل. لو هيك النسابة لمة الراس. صرح الثائرة زينب لا بارك الله بيهم ولا بيزيد ولا بصدام، وبن وهاب مثواهم سوى بهبهب. زينب ثائرة وكملت نهج حسين، ولها يشهد التاريخ نعم الأب. أبوها علي، أبوها علي ثبت للإسلام أركان. ساج الحوض من عند المحب يشرب، ساج الحوض من عند المحب يشرب. والسلام عليكم. السلام ورحمة الله. أحسنت أبو رياض. أخوتي الأفاضل، أخوتي الأفاضل، نرحب بالأخوة في منظمة بدر لحضورهم احتفالنا هذا، فأهلا وسهلا بهم. وإلى الأخوة أيضا الأفاضل، ولا يزعلون علي أنه مجالس أهل البيت يفترض أن تكون بغير هذا الشكل، فأرجو الاستماع إلى ما يتلى لأن المناسبة تستحق منا أن نتوقف عند أهل البيت. وصلوا على محمد وآل محمد. أخوتي الأفاضل، عندما نتكلم عن الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، لا بد لنا أن نعي بعض المسائل ونتخذ من تلك المسائل عبرة. فكلنا يعلم ماذا جرى للعلويين، وعلى وجه التحديد آل بيت الرسالة، من قبل الأمويين والعباسيين. ولذلك نرى بأن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام قضوا ما بين مقتول ومسموم. قوم أمير. أخوتي الأفاضل، صلوا على محمد وآل محمد. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. فلذلك نراهم عليهم أفضل الصلاة والسلام قد طوردوا من قبل الأمويين والعباسيين، إلى أن وصل الاضطهاد إلى الإمام الحادي عشر. وخوفا من أن تمحى الرسالة وهيئات أن تمحى، فلذلك غاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وكما تعلمون أيها الأخوة، غاب بغيبتين: الغيبة الصغرى، وأنتم تعلمون ما جرى بين المهدي وبين السفراء الأربعة، والغيبة الكبرى التي هي محك للإنسان منذ الآن أو منذ قدم الزمان إلى أن تقوم الساعة. لم يتركونا والرياح كما ترى، هبت علينا والضمير تجمدا، تركوا لنا قمرا وغاب بغيبة كبرى، ومن خلف الستار ترى الصدى. يا ويلنا والويل أدرك بعضنا، لما هوى بلظى الحرام تمردا، وكأنه من كوكب أهدى له شرعا كما يهوى، فلن يتقيدا. لو صار ذباحا فتلك شريعة قد خولته أن يصير مجاهدا، وجهاده شلت يداه مذابح،
أدمت عيونا واستعاذ بها الردى يا سيدي ماذا سترصد في يد أثمت وضاع عطاؤها وتبددا بل إنها قتلت بنيك لأنهم صلوا عليكم والصلاة لها صدى لم يقبلوها فالرؤوس تقطعت وانباع دين والوسيط تهودا وضع اللثام وجاءنا متنكرا بعباءة وبلحية ذهبت سدى حملت إلينا الموبقات كما ترى فتكت بنا والحقد أضحى أسودا مسك العباد بقبضة وتناثرت أشلاؤهم وبدا عليهم ما بدا فإلى متى يبقى الجناة بظلمة تركوا الحياة ونورها والمنتدى وتعشقوا الليل البهيم لأنه فيه الوضيع من الحياء تجردا. والآن أخوتي الأفاضل مع خادم أهل البيت مع خادم أهل البيت الأخ حيدر مصعب استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. بعد شو بدهم كرار عجلات شتنا آل طه قد طهروا من دنس ولهم في الحشر أعلى درجات فإذا ما ذكروا في مجلس فارفعوا أصواتكم بالصلوات. قبل الزمان سنين وسنين قبل الزمان سنين وسنين وقبل لا تنوجد حتى البدايات قبل الزمان سنين وسنين وقبل لا تنوجد حتى البدايات ربك من عالم التكوين أنوار اصطفاها وهي بالذات وتشفع من نزل بيهم المسكين وبحقهم إله اغفر لما فات بحيدر والحسن وحسين والزهرة ومحمد ساعة الميقات جاء النداء بهالمضامين يا آدم بالشفاعة قسمت هيهات مو مرة وأبد مو مرتين صلى على النبي وآله 3 مرات. قصيدة في رحاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. أبو حسين على اسمك ترسم أشعار يا أبو حسين على اسمك ترسم أشعار وقصص تروي الخيال بحبك جنون وموذن بالشمس من تشرق أنوار ذا عميان نورك ما يشوفون. أبو حسين على اسمك ترسم أشعار وقصص تروي الخيال بحبك جنون وموذن بالشمس من تشرق أنوار إذا عميان نورك ما يشوفون. سفينة العشق بي أنت بحار ويظل نص المحيط اللي ما يصعدون عالبرزخ صرت للناس معبار ومثل حد الصراط عليك يمشون ويمك يا حيدر كل الأفكار تدق باب الحقيقة وتمحي الظنون قدام المناية لوحدك بتار وعلى جفوفك يصير الموت طاعون ونبرات العدالة بثلمة الفقار تخط من العدل والدين قانون وعلى جدامك مدار الفلك يندار على حدود المجرة ويعبر الكون. لذلك وذن من ربك اختار نور النبوة كان مخزون أنطاك الإله الخالق أسرار كاف الجلالة وقدرة النون صرت انت وبعد يا حامي الجار غيرك كذب فد واحد يكون. والسلام عليكم ورحمة الله. سمعت الشيء يا شباب قاعدين بالأخير كذا
يا مولد النور، يا مولد النور الذي جعلت له كل القلوب منائرا ومعابدا، يا ابن من حمل الرسالة قم لنا، روحي وروح العالمين لك الفدا. فتغيرت لغة الخطاب وأبدلت بخطاب من جعل العلو موائدا، فالزيف فينا إذ تراه كما نرى بلغ الغلو ولم يزل متصاعدا، وإرادة ضعفت فلن تقوى على ردع النفوس وجعلها، وفعلها لن يحمدا، يا ابن من بكت العيون لضلعها، اخرج إلينا فالوضيع تجندا. كثرت فتاوى المدعين بأنهم أصل الكمال وبينهم من شردا، فالحارث الضاري أشار لقتلنا، تبت يداه لن يكون موحدا، بل كان أفعى واحتمى بجزيرة آدت إليه شباكها فتصيدا، أفلم يكن فتصيدا، أفتى بمن لا ترتضي شريعة، أفتى بما لم ترتضي شريعة، ما أطلع وياك، أفتى بما لم ترتضي شريعة، ابن السقيفة قد أتاك مجددا. اعلم أفلم يكن بعراقنا متصدر يقضي بمن تبع الفجور وأفسدا، هذا دليمي المهازل انتمى للقاتلين وصار سيفا ساندا، اسم الذي قطع الرؤوس مقاوما، اسم الذي قطع الرؤوس مقاوما، لم ندر في أي الشرائع اقتدى، قد غيروا مجرى الحياة فلم نرى يا سيدي مما جنوه فوائدا، مشعانهم نهب العراق وارتمى بين الخنا وعلى الفجور تعودا، ولذا لجأنا للملاذ بثقلنا وكلامنا أضحى إليك قصائدا. أيها الأخوة الأفاضل، والآن مع قصيدة لخادم أهل البيت الشيخ شمخ جبار، استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. صلاح جري ستان أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهنئ العالم الإسلامي ومراجعنا العظام جميع المسلمين شيعة أمير المؤمنين بولادة منقذ الأمة، بولادة النور المحمدي الذي أشرق على الأرض، الإمام صاحب عصرنا، صاحب الزمان، الموعود، الحجة المنتظر، عجل الله تعالى فرجه، لشرفه الصلاة على محمد وآل محمد. على محمد وآل محمد. احذر الدنيا، احذر الدنيا ينادي حيدر البيت الندب، من تطيع ابليس وهواك ونفسك تنغلب. احذر الدنيا، احذر الدنيا ينادي حيدر الليث الندب، من تطيع ابليس وهواك ونفسك تنغلب. حلو طبعها الدنيا ومسك ظاهرها وورد، لا تصير بين يديها للأمر مثل العبد. يريد الآخر تكل باري، تجد بيها وتجتهد وفوت حال اللي يقولون زخاريف وكذب،
احذر الدنيا ينادي حيدر الليث الندب، من تطيع ابليس وهواك ونفسك تنغلب. انا بين لك وصفها ولو ما يخفى عليك. الدنيا بس بالحسنين ترى، إليك طلقتك 3 لا رجع فيها. أمير المؤمنين فقط عرف الدنيا وقدرها، يقول والله إن دنياكم لا تساوي عندي عفطة عنس. هاي الدنيا مولانا اللي نتكالب عليها، كاتلين نفسنا، الأخو خربان ويا أخوه، والابن عم ويا ابن عمه، والقرابة ويا قرابته، والجار ويا جاره. على هالدنيا هاي مولانا اللي ما تساوي عفطة عنز. انا بين لك وصفها ولو ما يخفى عليك، تبدو وياك البشاشة من تريد تميل ليك. لمو هذا يقول الدنيا للتهوى تطلع ثديها وتلزمه، خاف يطيع باثنين يديها، بس إذا ما ردت تقطفه من 10 طابق.